ما تيجي يا ابو الكباتن كده اقول لك ابرز الاسماء اللاعبين اللي هترحل عن النادي الاهلي في يناير اللي بعد كام يوم بس كده تقريبا. ولكن في حاجه كده طريفه احب اقولها لك، ان احمد عبد القادر كان فرحه من يومين وتقريبا كده كل اللاعبين ان النادي الاهلي اللي حضرت في فرحه هترحل، ولا كأن يعني مقصود ان النادي الاهلي يوافق ان اللعيبه دي تحضر الفرح. اللعيبه اللي هتمشي اصلا في يناير. تعالى بقى اقول لك يا ابو الكباتن ابرز اسماء مثلا هترحل في يناير. عندك الاسم الاول هو عمر كمال عبد الواحد. اتكلم ان عمر كمال عبد الواحد هيرحل بنسبه كبيره جدا. مصطفى العش وبيكهام وحمزه علاء ومحمد قفشه يعني في لعيبه كتيره جدا، ده غير بقى اشرف داري وجراديشار، وعاده هيكله حرفيا للفريق وافساح المجال للاعبين اللي هتيجي جديد بشكل كبير جدا، خصوصا الاجانب، مع احتماليه رحيل عدد كبير جدا من الشباب. ولكن خلينا نجيبهم واحد واحد. عمر كمال عبد الواحد بيواجه ضغوط كبيره جدا بعد عدم المشاركه، او بعد ما بيشارك وبيقدم مستوى سيء جدا، مع اهتمام يعني من سيراميكا كليوباترا، وسيراميكا هو الاقرب بنسبه كبيره جدا. مصطفى العش مدافع الفريق ما قدمش المستوى المطلوب وما بيعتمدش عليه بشكل اساسي، ففي اهتمام من نادي زد اللي هو نادي اصلا، فممكن يرجع لنادي زد مره ثانيه. احمد رمضان بيكهام برضو يعني بنسبه كبيره جدا هيرجع لفريقه وهو سيراميكا كليوباترا. اما بقى لو هنيجي عند حمزه علاء فهو حارس كبير جدا، ولكن النادي الاهلي عنده اكتر من حارس. حمزه علاء بنسبه كبيره جدا هيغادر على سبيل الاعاره. اما بقى لو هنتكلم عن محمد بجد قفشه اللي رفض ان هو يدخل في اي صفقه تبادليه، فبنسبه كبيره هيطلع بيع نهائي لدول الخليج. لو هنتكلم بقى عن اشرف داري، في النادي الاهلي عايز يتخلص منه عشان يعوضه بباك شمال في الناحيه اليسرى بالنسبه للنادي الاهلي، وتقريبا هيكون باك شمال مغربي اللي احنا بنتكلم على يوسف بن عمري. ولكن للاسف اشرف داري النادي الاهلي بيواجه معاه ازمه في تسويقه، واشرف داري بيطلب كامل مستحقاته. جراديشار يعني نفس مصير ونفس ازمه اشرف داري، النادي الاهلي عايز يعني يخليه يطلع من النادي عشان يفضي مكان اجنبي، لان بنسبه كبيره برضو النادي الاهلي هيتعاقد مع مهاجم وبنسبه كبيره لحد دلوقتي ابراهيم دياباتيه. ولكن جراديشار ممكن يكون على سبيل الاعاره مش بيع نهائي. محمد شكري اللي هو المدافع اللي هو الباك الايسر مرشح برضو ان هو يرجع مره ثانيه لسيراميكا كليوباترا. احمد رضا بقى لاعب الوسط، وده اللي بالنسبه لي عليه علامات استفهام، لان بصراحه شايف ان احمد رضا المفروض يستمر مع النادي الاهلي ويقدم مستوى يعني مش وحش ان هو يرحل عن النادي الاهلي ويبقى مدي عمق لسكواد النادي الاهلي. فبصراحه شايف ان احمد رضا المفروض يستمر مع النادي الاهلي، ولكن اسم بعض التقارير بتقول ان هو ممكن يرحل. وكذلك برضو محمد عبد الله جناح شمال، اللاعب الاشول الوحيد اللي موجود في الوينجات بتاعتك، فانا برضو مستغرب ان النادي الاهلي حطه على قائمه الراحلين. ممكن يرحل لو جاله عرض وممكن لا، ولكن انا شايف ان هو اصلا ان يتحط على قائمه الراحلين دي حاجه غريبه جدا. اما بقى بالنسبه للاعبين الشباب، فانت عندك حمزه عبد الكريم ان شاء الله موضوع برشلونه يتم على خير وينتقل لبرشلونه، وعندك بلال عطيه شكله كده هيطلع معايشه في المانيا، وبتتكلم ان احمد عبدين عنده عروض اوروبيه ومصريه وبنسبه كبيره هينتقل. ومحمد هيثم اخيرا قلت لكم ان هو انتقل لاحد انديه الدوري البرتغالي بشكل رسمي. اما بقى لو هنتكلم فانا عايزك تقول لي، هل انت شايف ان في لاعب النادي الاهلي المفروض يمشيه، وهل في لاعب من الاسماء اللي انا قلتها دي المفروض ان هي تستمر ولا لا؟